السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يوم جديد وفيديو جديد النهاردة ان شاء الله، كله تشجيع، كله نشاط، كله طاقة ايجابية. ومحتاجة ان انا افضفض معاكم واتكلم معاكم في موضوع اخت من اخواتنا على القناة. بس طبعا ما كانش ينفع ان انا اطلع لايف. انا يعني قلت ان انا ممكن اطلع لايف اتكلم معاكم، بس معرفتش. انتوا عارفين ظروف الامتحانات بتاعه الولاد والاجواء في البيت مشدودة شوية، فانا بعمل الصوت والله بالعافية. يعني انا بصور الفيديو ويبقى محتاج الصوت، ممكن الصوت ده يقعد يوم كامل علشان اعرف احطه. فمعرفتش خالص ان انا اطلع معاكم بس مباشر. فهنتكلم النهاردة في الفيديو مع بعض. بس في البداية كده برحب بيكم، وبجد بشكركم على دعمكم المستمر ليا وكلامكم الحلو الطيب اللي زيكم بالظبط كده. بجد يا بنات انتوا نعمة في حياتي، والله والله ما بكذب عليكم. كلامكم الحلو ده بيطبطب على قلبي. فربنا يخليكم ليا ويجبر بخاطري وخاطركم يا رب، بحق لا اله الا الله. انا عارفة ان كلنا في القناة هنا امهات وفي معانا جدات كمان، فربنا يبارك في عمركم. واحنا بقى النهاردة محتاجين بقى لكل كلمة حلوة، وللناس الخبرة اللي معايا على القناة، مامتي و... واختي وصاحبتي وبنتي. كل واحدة عندها اجابة على الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ده. اتمنى منها كده ان هي تتكلم معايا كده بكل صراحة، وتقول رأيها في التعليقات. انا مش عايزة تعليقات لإيمان زين الدين النهاردة، انا عايزة تعليقات لبرضو اختنا وحبيبتنا، مش عارفة اقول اسمها ولا لا، بس هي عموما كاتبة التعليق على العام. هي اسمها ايمان، برضو ايمان ابراهيم. كاتبة تعليق يا جماعة طبعا ايه. بس قبل ما يعني ما ندخل بقى في الموضوع، انا هنضف معاكم البيت كله، هرتب معاكم الاوض كلها وهظبط الدنيا عشان نحافظ على البيت ويفضل نظيف زي ما احنا عملناه مع بعض. تمام. انا لسه ما دخلتش على المطبخ، وان شاء الله ربنا يقويني بس كده في الفترة اللي هي الخميس والجمعة ولا كده، يعني هحاول ان انا اعمله عشان مروان يكون اجازة وما اكونش مشدودة معاه وما قلبلوش البيت يعني. لان المطبخ محتاج ان انا فعلا انزل كل اللي في الظرف وامسح وبعدين ارتب تاني، ومحتاجة اعمل شوية تنقلات كده وحركات. فتعالوا كده حبايبي نقرا التعليق بتاعها، وامانة عليكم تردوا عليها لان فعلا تعليقها لمس قلبي وصعبت عليا جدا. هي كاتبالي ايه بقى؟ بصوا بالنص كده: بصي يا ايمان، ممكن تنصحيني؟ انا معايا بنات في ثانوي، كل ما اجيب حاجة في البيت بزعل قوي، واقول ولادي كبروا هم اولى، مع اني ببقى نفسي في الحاجة وبتبقى نقصاني. يعني هي بيبقى نفسها تشتري الحاجة و... وتقول لا، انا مش مهم، انا عندي ولادي وكده. فهي بتقولي انا غلط ولا ايه؟ مع العلم دخلنا متوسط، بس انا حاملة هم تجهيزهم لانهم بنات، واحنا في زمن صعب. يعني عندها 3 بنات يا جماعة في ثانوي يعني. فهي بتقول ان هي بيبقى نفسها في الحاجة كأم وكزوجة وكست. عموما انتوا عارفين احنا ساعات كده نفسنا بتميل لحاجات كتير قوي. إيه، بنبقى حاسين ان هي هتجملنا، حاسين ان هي هتكمل حاجة عندنا في البيت، حاسين ان هي هتريحنا في البيت. بيبقى نفسنا اكيد في احتياجات كتيرة. فانا الاول انا هرد عليكي كده حبيبة قلبي. بصي، انتي ام قلبها ابيض قوي، واحساسك ده وشيلانك هم بناتك ده، عارفة من كتر حبك ليهم حبيبتي وخوفك عليهم من ايه؟ من الزمن. احنا طبعا ولادنا، انا ايمان اختكم برضو، ولادي دول انا خايفة عليهم اكتر مما تتخيلوا. بس بستودعهم امانة عند ربنا، وبقول ربنا ان شاء الله هيجبر بخاطري فيهم. صدقوني والله العظيم دايما اقول يا رب اجبر بخاطري في ولادي، يا رب جبرا يتعجب له اهل السماوات والارض. فالاحساس اللي عندك ده احساس الام ده الام دي يعني حاجة عظيمة. ان عارفة خوفك من الزمن ومن اللي جاي ومش عارفة ايه اللي قدامك، وانت عندك، انت عندك حق. الدنيا كل يوم بتغلى وكل يوم صعبة وبتضيق على الناس. فخوفك ده طبيعي، وطبيعي برضو يبقى نفسك في حاجات. يعني انت طبيعي برضو يبقى نفسك في حاجة نفسك فيها تشتريها تاكليها تشربيها تلبسيها. وطبيعي اكتر انك تختاريهم اكتر من نفسك. انت هتحيريني ولا ايه يا ايمان؟ لا والله مش بحيرك. دي يعني عاطفة الامومة. دايما الام بتبدي ولادها، يعني ممكن تطلع اللقمة اللي في بقها كده وتديها له. فاهماني؟ وكلنا كده، مش انا مش بتكلم عن نفسي، انا بقول احنا كلنا كده. انت ممكن تستخسري في نفسك اللقمة عشان تشيليها العيل من عيالك راجع من بره وتوكليها له.
كلنا ربنا حاطط فينا العاطفة دي والغريزة دي، غريزة الأمومة اللي هي أحلى وأجمل غريزة في الدنيا على وجه الأرض. فالدنيا فعلا زي انتي ما بتقولي كل يوم بتغلى وبتضيق على الناس، وانا بقولك ان خوفك ده طبيعي، وطبيعي برضو يبقى نفسك في الحاجة، وطبيعي اكتر انك تختاريهم على نفسك، انك تختاري ولادك على نفسك. بس خلي بالك برضو ربنا مش بيضيع تعب ولا دمعة من قلبها. كل حاجة أجلتيها علشانهم ربنا هيعوضك عنها أضعاف. والله يا حبيبتي ربنا بيعوض، والله خديني أنا مثال ليكي. أنا شفت حاجات انتي لا تتخيليها. أنا لو أقعد أحكي لكم عن حاجات حصلت على مدار حياتي، بجد كان في أزمات كتير جدا جدا مريت بيها، وفي حاجات كتير يعني عدت عليا مفيش حد يتحملها. والحمد لله كنت دايما اقول ما دمت انا وولادي واحنا كده يعني الخسائر مش في الارواح، فاحنا الحمد لله بخير. فانتي شايله همهم فعلا، وده حقك، ده حقك انك تبقي تعبانه علشانهم وزعلانه علشانهم. بصوا يا جماعه، بس هقطع كلامي معاكم. انتوا قلتولي الكونسول ده انتي حاطاه فين؟ انا حاطه الكونسول ده المرايه بتاعته متعلقه جوه عشان لها مسمار، مسمار قوي يعني. هنا في مسمار بس ضعيف، كان عايز يتدق واحد تاني. فحط الكونسول ده في صالة التوزيع. بنحط بقى عليه ايه؟ مثلا مفاتيح، بنحط عليه الشواحن، الموبايلات، لو حد في ايده مثلا اللابتوب مثلا عشان ما يبقاش جوه مثلا، يبقى هنا مثلا بعيد عن السراير وعن المكتب والدوشة دي. فالكونسول هنا كده في صالة التوزيع دي مريحني جدا. زي ما قلت لكم كده بنحط عليه ايه؟ اي حاجه كده في ايدينا، خصوصا الشواحن اللي هي بتتوه منك في اي حته دي، وتفضلي تقولي فين الشاحن بتاعي وفين الحاجه بتاعتي، لان انتوا سالتوني انت وديتي الكونسول بتاعك فين. فانا حطاه هنا في الصاله بتاعه التوزيع دي، هي واسعه، واخده الفريزر والتلاجة والكونسول وممكن تاخد كمان يعني. بس نرجع بقى لموضوعنا تاني. انا بس كنت برد على حبيبتي اللي سالتني على الكونسول ده انت وديتي فين. هوديه فين؟ هو موجود اهو. فحبيبه قلبي ايمان بقى نرجع لها تاني. انتي بتقولي حبيبي ان بناتك في ثانوي، تمام؟ فده برضو يعني حاجة برضو طبيعية، يعني طبيعي ان شاء الله يعني خلاص يعني قريب قوي هتلاقي العرسان بتخبط على بابك يا ام البنات يا حلوة انتي. ربنا يا رب يخليهم لك. وانا فاهمة انك خايفة تصرفي حاجة على نفسك ترجعي البنات تحتاج، وطبعا شوار البنات بقى والحاجة بتاعتهم دي بقت غالية قوي قوي، وانتي خايفة من الزنقة دي. بس ده برضو غلط، والله العظيم ده غلط. شيلانك الهم ده هيعجزك. ولادك في ثانوي يعني انتي تقريبا مثلا عندك 40 سنة، في الحدود دي ممكن اصغر كمان. فما تشيليش نفسك هم كبير قوي كده. ف ده لو كانوا بناتك دول اللي هم الكبار يعني. فانتي هتحتاجي برضو احتياجاتك اللي نفسك يعني تاخديها، نفسك تحققيها. فغلط ان انتي تحرمي نفسك قوي كده. لازم يكون في توازن في حياتنا. والله الدنيا الكون ده كله لازم يكون فيه توازن. الكرة الأرضية دي لو ما فيهاش توازن بين المية واليابس وي والجبال كل الحاجات دي ما مش هتنفع، هتنهار. فانت لازم تعملي توازن في حياتك، فاهماني؟ يعني لا تميلي قوي لاحتياجاتك وتروحي بقى يعني مش هقولك بقى خليكي شخصية سفيهة، روحي اصرفي بقى وبعزقي واعملي وخلي وما تدوريش واضربي الدنيا زي ما بنقول كده مش عارف ايه، لا خالص. لا يا حبيبتي، انت عندك التزامات وعندك بنات، فانت لازم فعلا تراعي حتة زي دي. فخلي بالك كل جنيه بيجي وبيتصرف ما انتش عارفة هتعرفي تعوضيه ولا لا. خصوصا ان دلوقتي الدخل ثابت، يعني دخلنا كلنا وجوازاتنا واحنا وكلنا الدخل ثابت، ولكن الحاجة بتزيد، يعني كل حاجة بتغلى والدخل واقف على حاجة معينة. لو انت قبضك مثلا 5000 10000 ان شاء الله 50,000 100 ايا كان دخلك كام، الدنيا قصاده بتغلى. لان الازمة حاليا على الغني والفقير، لان زي ما هي على الفقير هي على الغني. الغني ده كان عنده التزامات كتير قوي قوي، ومع ارتفاع الازمة او يعني مع حصول الازمة الاقتصادية وارتفاع الاسعار وكده، هو كمان بقى عنده التزامات مش قادر يوفيها، لان كل واحد عنده التزامات قد دخله. واخد بالك؟ عنده اقساط، عنده ديون، عنده جمعيات، عنده فمش حياته مش مجرد اكل وشرب بس زينا مثلا كده كناس عادية. لا، هي أزمة فعلا، والأزمة موجودة على الكل. فوالله حبيبة قلبي انتي طبيعية جدا جدا. ممكن بقى هقولك على حاجة،
يعني احنا بنتفرج طبعا على اليوتيوب كلنا، يعني قليل دلوقتي لما الناس بقت تتفرج على التلفزيون، فاليوتيوب بقى في كل بيت وكلنا ماسكين موبايلات، فقاعدين بقى بنتفرج على كمية مشتريات وعلى كمية فيديوهات تجديدات وتغييرات ومش عارف ايه. انا لسه من كام يوم، من قبل انتي ما تكتبي لي التعليق ده، انا كلمتكم في النقطة دي. اللي بيجيب الاحتياجات اللي ناقصة ليه، بصي بدون حرمان وبدون بذخ برضو، في المعقول. لكن ما يبقاش عندك الحاجة وتروحي تجيبي حاجتين كمان، ما يبقاش عندك الحاجة ومأدية الغرض بتاعها ووظيفتها تمام وتروحي تجيبي. انتي بتشوفي على اليوتيوب ده يا حبيبتي عشان ده شغل. اليوتيوب لو ما كنتيش تغيري وتجددي وتجيبي وتحطي وتشيلي، فانتي كده مشروعك بيبوظ منك، لان اليوتيوب ده زي المحل اللي مفتوح، لازم تجددي فيه عشان عينين اللي بيتفرج عليكي ما تملش. انا لسه كنت بقول لكم نفسي اجدد ونفسي اغير، بس انا عندي التزام كبير قوي. جماعة انا قاعدة في ايجار، والايجار هنا غالي جدا، بالرغم ان احنا مش في بلد كبيرة ومش في مدينة كبيرة، لا هي مدينة بس يعني عادية وسط صغيرة وما فيهاش كل الاحتياجات وما فيهاش كل الامكانيات، ولكن الايجار غالي جدا. مش عايزة اقول لكم كام، والله هتتصدموا ومش ممكن محدش يصدقني. والله العظيم والله العظيم ايجار غالي جدا. فلو ما كنتيش عارفة تدبري امورك وتمشي حياتك، انتي هتلاقي نفسك بصي بالفلاح جت سوحتي. ف... ففي حاجات نقدر نجيبها وفي حاجات لأ، مش مهم. متابعيني حابيني على وضعي ده تمام، عايزين بقى حد بيجدد وبيشيل ويحط ويشتري كل يوم انتريهات ويشتري كل يوم ويغير اوضه نوم، يشتري كل. انا جبت اوضه بنتي دي وقلت لكم في الفيديو، قلت لكم انا جبت اوضه بنتي دي، بنتي قعدت سنه كامله بتنام على الكنبه دي، والله العظيم ما بكذب عليكم. وفضلت بقى الحمد لله خلصت بقى من دروس الثانويه العامه ومن المصاريف بتاعتها وي وي، ودبرت مبلغ وجبت لها الاوضه دي. مش الاوضه دي مش غاليه على فكره يا جماعه، بس حق بنتي عليا، وحقي ان انا اوفر لها مكان فعلا تعرف تنام فيه، تعرف تستريح فيه، تعرف تبقى عندها خصوصيتها. لان البنت كانت برضو نايمه في الليفينج يعتبر، يعني مش نافع خالص. فانتي بتجيبي على قد الاحتياج بتاعك بدون ما تحرمي نفسك. دي وجهة نظري. وبرضو انتوا يا جماعة حاولوا كده ان انتوا تردوا عليها، انا اتكلمت كتير انا اسفة. اللي عنده تعليق كويس برضو امهاتي وحبايبي اللي موجودين معايا في القناة يكتبوا تعليق لإيمان ويقولوا لها رأيهم ايه في المشكلة دي. طبعا اسفة طبعا لو كنت صدعتكم واتكلمت كتير، بس هي حبيبتي ردت عليا في الفيديو بتاع امبارح وقالت لي ان انا ما ردتش عليها وان هي كانت مستنية ردي. فحبيبتي ما ينفعش تحرمي نفسك، هاتي اللي نفسك فيه باعتدال توازن، ما تحرميش نفسك من حاجة، وربنا حبيبتي يديكي اللي نفسك فيه واكتر كمان. انا خلاص عملت اوضة مروان، وعملت اوضة حبيبة، مروان ومحمد وحبيبة، وكنت فصلت بقى وخلاص. يعني هو مروان في الوقت ده كان نزل راح امتحانه، ربنا يا رب يجبر ولادكم كلهم وبجد شكرا قوي على الدعوات الحلوه اللي انتوا دعيتوها له، بجد ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا جماعه. هو امبارح كان عنده عربي ودين، والنهارده بقى اللي هو اليوم اللي هينزل لكم فيه الفيديو ده هيبقى عنده انجليش، وهو يعني خايف جدا من الانجليزي وبيقول لي يا ماما انا قلقان انا خايف انا متوتر. فكلامه ده بقى مش قادره اقول لكم عامل فيا ايه. انا لما عيل من عيالي بيبقى متوتر كده انا اللي بتوتر. طبعا انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اهديه وكده، وربنا يصلح له حاله. بس كده يا جماعه نشرب بقى القهوه. انا مغيرتش ملايات مغيرتش دفايات، الدنيا نظيفه وزي الفل. يعني انا كانت اختي بتتفرج عليا وقالت لي ايمان مش بكتر الشيل والحط والفرش، هو في ايه؟ الفرش ما دام نظيف ما يتشلش. الملايه بنتك اللي بنام عليها والتانية ما حدش بينام عليها. انا احيانا بروح جنب بنتي بنام جنبها على السرير اللي هو بتاعها ده بس، يعني ما بيبقاش في حد قاعد معانا، واخدين بالكم؟ انا ببقى على السرير قصادها لغايه هنا ما هي عينها ما تروح في النوم، وبعد كده بدخل انا على اوضه النوم بتاعتي. ف... فالنهارده كل اللي انا عملته ان انا نفضت بس السراير. اوضه الصبيان انا عاملاها معاكم امبارح، فالنهارده بس شيكت عليها بعد مروان ما نزل بالسلامه، ورتبتها كده وهوتها، بس كانت الدنيا مغيمه. انا طلعت البطاطين كده شويه ورجعت دخلتهم تاني. بس يا جماعه عايزه اعمل لكم ريفيو عن السماعه دي او الايربودز دي، بقول عليها سماعه. دي يا جماعه انا كنت صورت معاكم قبل كده واحده، كانت اسمها ايه، انفينكس.
كانت ب1200 جنيه او ب1250 جنيه، حاجة زي كده. ماشي. عايزة اقول لكم ان هي باظت، فعشان انا كنت رشحتها لكم، فعايزة اقول لكم ان الايربودز دي ب100 جنيه. والله العظيم تحفة، جميلة جدا، بس تحافظوا برضو عليها. يعني التانية ام 1200 باظت، وابني لوحده اللي بيستخدمها، يعني مش هقول لكم مثلا كلنا بنستخدمها ولا كده، وزعل جدا عليها وكده، وكنت انا جايبها له هديه، ويومها اخترت له اغلى حاجه عشان تبقى حلوه. باظت، وهي رجعناها، المفروض ان هي في ضمان لمده سنه. وما خدناش، يعني ما خدناش ولا بديل ولا اي حاجه، كل ما نروح نقول لسه الشركه ما جاتش. دي كمان ميزتها ان هي فيها ده، سوري يا بنات، ان هو ده، استنوا ما انزلكوا تحت شويه، استنوا تعالوا، انه ده يا بنات اللي هو العلبه بتاعتها دي باور بانك اهو. يعني انت مثلا لو الموبايل بتاعك فصل ولا حاجه وهي فيها 70% كده، تحطيها على الشاحن. يعني تحطي الموبايل، يعني توصليه بيها من هنا كده، بتتفتح من هنا، توصلي شاحن اللي هو الوصله اللي هي دي، وصلة الشحن العادية بتاعة التليفون بيها، بتفضل محافظة على الشحن. مش هقولك ان هي بتشحن الموبايل، هي بتفضل محافظة على الشحن بتاعه، واخدين بالكم؟ بس جميلة. بقول لكم 100 جنيه. معرفش بقى، كان محل عندنا عامل عرض عشان كان يوم الافتتاح بتاعه، بس حتى لو عرض، بتفتح ازاي؟ حتى لو عرض الاحراج ده، حتى لو عرض، فهي هتكون بره العرض بكام؟ يعني 200 جنيه. انا جايبه التانية بقول لكم ب 1200 جنيه اهي. هي 70%. انا هحطها لابني على الشاحن، تشحن عادي على الشحن ده، الشاحن اللي هو العادي بتاع التليفون اهو. بنفتح كده المدخل ده، ونحط الوصلة اللي هي بتاعتها. شايفين؟ حلوة قوي قوي، ارشحها لكم. هسأل لكم مروان ولا محمد اسمها ايه، لان انا مش عارفة الصراحة اسمها ايه. اسمها مش معروف كده يعني، اسم يعني مش بياع يعني، مش ماركة، بس ما شاء الله جميلة. بس كده. البيت ده زي ما قلت لكم بقى ايه، هخليه كده بقى علشان لو حد صحى يعمل له سندوتش ولا حاجه، بدل ما اروح اعمل فطار تاني. انا فطرت ومحمد فطر ونزل برضو على الجامعة بتاعته عشان عنده برضو امتحانات، ومروان برضو فطر ونزل. وكانت بقى التلاتة دول، كانت بنتي لسه نايمة، حبيبة كانت لسه نايمة، وقلت خلاص هي هتصحى بقى ايه، تاكل منهم يعني كده بقى. بصوا، أوضة حبيبة بقت نظيفة زي الفل، وأوضة الصبيان بقت برضو نظيفة وزي الفل. هدخل بقى على الأوضة اللي بعدهم. طبعا انتوا خدتوا بالكم ان انا في أوضة حبيبة كنت حاطة غطا بزيادة، لان اليومين اللي فاتوا دول كانوا صعبين جدا، وكانت الأوضة بتبقى برد. لكن بالنسبة لمحمد ومروان، هم مستوليين على الدفاية اللي هي الشمع دي، فبتخلي الأوضة عندهم دافية جدا جدا. هي أوضتهم أصلا دفا، لأن أوضة الصبيان بين الأوض، واخدين بالكم؟ يعني بين الأوضة بتاعتي وبين الأوضة بتاعت أختهم، فالجدران بتاعتها متدفية بالبيت، مفيش غير جدار واحد بس اللي في الشارع. لكن أوضة حبيبة كلها، بصوا، في ملقى في الهوا كده، واخدة الناصية، وهي بحري أصلا، فبتبقى برد قوي. فكنت مطلعه لها، لو خدتوا بالكم، لحاف وبطانية. اللحاف ده يا جماعة عندي كان بتاعي، يعني بتاع ولادي، يعني من زمان، من أيام الجواز. واحد منه طار من البلكونة، كنت غسلاهم، وواحد طار، وللأسف يعني اللي لقاه أخده، واتبقى عندي ده. عايزة أقول لكم اللحاف ده يا جماعة، لقد ما هو بسيط جدا، بس أنا زعلت علشانه زعل. كان يعني ليه معزة عندي كده، وكنت لسه بقول لكم ده انا عايزه اعمل كفرات ومش عارف ايه، واحط له كفر. سبحان الله، يعني الواحد شكله ايه، بيحب يقطع كده على الحاجه. فما لقيتوش، تقولوا فص ملح وداب. انا بستغرب يا جماعه من حاجه، الناس اللي بتلاقي حاجه دي وتقبلها على نفسها بتقبلها ازاي؟ تصدقوا بالله والله العظيم، ابني مروان لقى حصل معاه موقفين. الموقف الأخير، لقى دبلة وقع في الأسانسير عندنا هنا في العمارة، فجي جري وقال لي يا ماما الحقي يا ماما، أنا لقيت دبلة في الأسانسير. ازاي يا مروان؟ وريني كده. طبعا الدبلة بتلمع جدا وعليها ختم من جوه، دي دهب. ف... فالمهم قال لي ايه، طب شوفي يا ماما هتتصرفي ازاي. اخدتها يا جماعة وقعدت ايه ابص فيها. المهم طلعت في الاخر يعني ان هي دبلة صيني. نزلتها على جروب العمارة، بالرغم ان هي ما تساويش 30-40 جنيه.
نزلتها على جروب العمارة وفضلت أسأل يا جماعة لو في بنوتة وقع منها الدبلة في الأسانسير، الدبلة عندي، يا جماعة قولولي لو في حق. فضلت أسأل لحد اللحظة دي. الدبلة أنا شايلاها وما تصرفتش فيها، هي دبلة صغنطوطة كده، واضح صاحبتها رفيوعة كده، ومعرفش بتاعت مين. وهي أكيد يا إما حد من عنا من العمارة، يا إما كان ضيف بقى عند حد وهو نازل وقعت من صباعه ولا حاجة. لسه لحد دلوقتي شايلاها في انتظار ان في حد هيجي يقولي الدبلة الصيني اللي انتي لقيتيها دي كانت بتاعتي. مرة تانية مروان وهو ماشي، فكان ماشي قدامه واحد، فالواحد ده طلع موبايل من جيبه وراحت الفلوس كمان وقع من جيبه، والله العظيم زي ما بحكي لكم. فمروان كان راجع من الدرس باين او من مدرسة، يعني مش متذكرة بالظبط. فراح واخد الفلوس، والفلوس دي كانت كام؟ كانت 5 جنيه، يعني رقم عبيط عبيط ما يجيبش اي حاجة لأي عيل صغير. فاخد ال5 جنيه وفضل يمد 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 علشان يعني يطول الراجل ماشي بسرعة جدا، وقعد يا عمو يا عمو يا عمو. فالمهم فالراجل وقف له قال له ايه؟ قال له انت الفلوس دي وقعت من ايدك، من جيبك. طبعا الراجل انبسط منه قوي وقال له بص ده رقم تليفوني، اديه لبابا وخليه يكلمني، انا عايز بابا ضروري. طبعا هو جوزي ما كلمهوش ولا اي حاجه، هو جوزي فهم ان هو يعني عايز يشكره او حاجه زي كده، فقال لي ايه كويس، يعني هو بس كان تلاقيه عايز حاجه زي كده. اصل هو قال له انت ابن مين، انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي مروان كذا كذا. قال له طيب يا حبيبي ده رقم تليفوني وخلي باباك يكلمني ضروري. بس لحد اللحظه اللي بكلمكوا دي فيها ما كلمناهوش ولا اي حاجه. بصوا كنت بوريكوا ايه، الشنطه دي يا جماعه غاليه عندي جدا جدا. الشنطه دي جلد طبيعي، واللي هو التعبان اللي فيها او جلد التعبان اللي فيها ده حقيقي. بصوا كل مربع فيها وكل دايرة فيها نوع تعبان شكل، يعني الجلد اللي فيها ده جلد تعبان حقيقي. كانت جايالي من واحد انا كنت واخدة منه قناته، انتوا عارفين ان انا بشتري قنوات وببيعها يعني وكده، يعني ده شغلي برضو، شغل تاني برضو بالمناسبة. لو حد محتاج يبيع قناته الكلام ده كله انا بشتري، ومعايا ناس وتجار حلوة جدا جدا وناس امينة جدا جدا بيشتروا مني. فالمهم الراجل اللي انا اشتريت منه القناة ده كان بيروض التعابين وبيربي التعابين، وكان حاجة بص مرعبة كده. فكنت معاه في مقابلة بخلص منه القناة، حتى انا فاكرة يومها كنا في رمضان ورحت له اخدت منه القناة من جرين بلازا في اسكندرية هنا جنبنا. فالمهم ايه، قال لي ايه، طبعا هو انا كان معايا جوزي، كنت انا وجوزي قعدنا استنيناه حتى كده في كافيه كده، بس كنا صايمين بقى بالنهار، فضلنا قاعدين مستنيينه. ولما جه قال لي معلش انا بعتذر يا مدام ايمان اتاخرت عليكي، كنت بجيب لك الهديه دي. قلت له هديه ايه؟ قال لي دي حاجات منتجاتي انا اللي بصنعها من جلود التعابين وجلود الماعز وكده. قال لي الشنطه دي جلد ماعز من ورا اللي هو الاسود الساده، والمربعات اللي فيها دي كلها جلد تعبان. فعايزه اقول لكم فرحانه بيها قوي وحباها جدا جدا. اولا شكلها قيم، بس هي كانت يعني فاضيه مهويه، ما كانش باين ايه شكلها قوي. حبيت اوريها لكم. بالنسبه للشرابات اللي انا كنت بطبقها دي لسه شارياها لولادي ولجوزي، لان انا بصوا جات لي عقده من الشرابات والله. الشرابات دي برضو ليها قصه، يعني كان واحد مش محل، كان واحد قاعد بشرابات وغيارات وحاجات كده في الشارع، فقال لي بالله عليكي لا انت جايه، بالله عليكي، راجل كبير يا جماعه ودقنه بيضه ما فيهاش شعرايه سمراء، وبصوا سبحان الله ولابس عمه كده زي الناس بتاعت زمان دي، وكبير قوي في السن، وقاعد بيبيع الحاجات دي. شوفي الناس الشريفة العفيفة، يعني في السن ده المفروض هو قاعد في البيت. ف... فقلت له لا انا عندي شرابات مش عايزه. قال لي تعالي بس والله العظيم ما هتخسري حاجه، طب اسمعيني. فبص يا جماعه، بصيت له وشه كده حسيته راجل سامح كده، فقال لي خدي شويه الشرابات دول لولادك، ده الدنيا تلج، ده هيدفوهم، ده حلوين، خليني اروح. إيه... فانا بيني وبينكم قلت ايه، قلت له بكام؟ مش فاكره يومها قال لي كام يعني، فحسب لي اخدت منه 14 شراب. حسبهم لي بكام يا جماعه؟ حسبهم لي ب 300 جنيه او ب 340، ب 320 حاجه كده، يعني ما قفلوش ال 350. وانا مروحه انا مش فرحانه بالشرابات قد ما انا فرحانه ان انا وقفت مع الراجل ده، لان هو قاعد يقول لي انت من هنا يا بنتي، انت مش قاعد ايه، خد ودة معايا ايه دقيقتين كده، وايه اخدت منه الشرابات بنفس راضيه ومبسوطه.
عايزه اقول لكم يا جماعه الشرابات دي قسما بالله تحفه تحفه. حبيبه كانت لابسه واحد، لو خدتوا بالكم كان على الكومودين وانا بنضفه، وانا لبسته من جوه يا جماعه عامل زي الفايبر، بيدفي بطريقه مش طبيعيه. كل واحد من ولادي لبس برضو واحد ونزل بيه الصبح، وانا طلعت دول وجمعتهم وحاولت ان انا اظبط الالوان بحيث انهم ايه، كل واحد ياخد في الدرج بتاعه الشرابات بتاعته، ما يرجعوش يتخانقوا كل شويه فين شراباتي، مين اللي بياخد شراباتي، والجو اللي انتوا عارفينه بقى اللي بيبقى فيه ايه، 3 رجاله في البيت، ده بيبقى متعب قوي. جوزك يسأل على الشرابات، وابنك الكبير يسأل على الشرابات، وابنك اللي بعد، فانت اللي تايهه في النص. فقلت لهم كل واحد عنده الدرج اللي هو الخاص بيه بتاع غياراته الداخليه، يحط فيه الشرابات بتاعته وبس، ومحدش يسألني على شرابات السنه دي خالص. فحلوين قوي، عايزه اقول لكم يعني هو تقريبا الواحد يعني في حدود كام 20 يا بنات ولا حاجه و20. احنا كنا جايبين شرابات صيفي اللي هي الصغيره بتاعه الكوتشيات دي، كان الواحد عامل 50 جنيه، كان جوزي العزيز هو اللي شاريهم. حتى انا يومها قلت له انت اتغلبت فيهم قوي، قال لي لا دول كوتونيل ومش عارف ايه وبتاع. عايزه اقول لكم ما قعدوش يعني حاجه، وبقوا يخفوا كده وباظوا. فدول حلوين قوي. ايوه يا ربي على الرغي اللي انا رغيته النهارده. انا في مقطع كده عدى يا بنات كان فيه جنيه، اخدتوا بالكم منه؟ الجنيه ده كان من اخويا الله يرحمه. انتوا عارفين يا جماعه اخويا ده يعني بصوا، عايزه اقول لكم ان هو كسر قلبي. انا عندي 3 من اخواتي متوفيين، وسبحان الله كلهم كانوا ورا بعض كده. ف... فاخويا كان عاطيني الجنيه ده في 2000 وكام، 2011، كان التاريخ مكتوب يا ولاد عليه، وكان كاتب لي عليه برقية تهنئة. اهو استنوا اما اجيبه لكم تاني. وكان كاتب لي عليه برقية تهنئة، وكان جايب لي هدية وحاطط لي الجنيه ده فيه. الجنيه ده طبعا جنيه خلاص ما بقاش موجود، واخدين بالكم يعني العملة دي خلصت. استنوا ما اطلعه من الازاز تاني اهو. عطيهولي في 2007. كل سنة وانتي طيبة يا ايمان، عيد ميلاد سعيد، اخوكي كذا، 8/2/2007. حبيبي الله يرحمك يا حبيبي ويسامحك ويغفر لك يا ابو خالد يا غالي، يا رب يرحمك ويغفر لك ويسامحك انت واخواتي وماما وبابا، اللهم امين. ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين جميعا يا جماعه. فادعوا لاخويا بالرحمه، وادعوا لاخواتي ال3 بالرحمه، وادعوا لماما وبابا، وربنا ما يحرمكم ابدا من حبايبكم كده، ويفضلوا في حياتكم، يفضلوا مونسينكم، ويفضلوا مطبطبين عليكم. انتوا حضرتوا واحد من اخواتي اللي مات الاخير، كنت اتكلمت معاكم يوم وفاته، والتانيين كانوا ميتين قبل منه بسنة ولا 2. بس الحمد لله هم ان شاء الله في الجنة، وهم بإذن الله في مكان احلى، وربنا يجمعني بيهم يا رب في الجنة بإذن الله. يا رب يعني اتجمع معاهم في الجنة. انا كده خلصت يا جماعة، ومعلش لو كترت عليكم في الكلام او اتكلمت كتير. وقلت بقى خلاص خلصت، دخلت بطاطا تتشوى في الفرن. ما عملتش معاكم الغدا النهارده لان احنا النهارده مشيناها كده يعني تونه وحاجات كده يعني من البيت. ونضفت البيت كله، الريسبشن كان نظيف ما جيتش ناحيته خالص، والبخور وزعته في البيت كله بقى يعني فاهمين. حطيت مبخره على الكونسول اللي في صاله التوزيع، وسبت دي في المطبخ، والتانية بقى حطيتها ايه في اوضه حبيبه. اشوفكم على خير، مع السلامه.